بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مع إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية والنفسية والعلاج بلغة الكون. النهاردة هنتكلم عن الفقد. الفقد ليس فقط ما يحدث من موت أو حوادث. لا، الفقد ليه أشكال كتيرة وموجودة في حياتنا اليومية العادية، زي مثلا الناس اللي بتطلع تتقاعد بعد المعاش، الناس اللي هي بتنتقل من وظيفة لوظيفة، بتحس انها فقدت الامان اللي كانت فيه الوظيفة اللي قبل منها. الفقد عامة هو تحس ان انت خسرت الامان، خسرت القيمة، خسرت الحرية، خسرت القدرة، بقيت عاجز. فلما يبقى عندك هذه المشاعر نتيجة الفقد، على طول في لغة الكون انت كده ظالم لنفسك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق المشاعر الأربعة دول فينا كاملين. لما نيجي احنا نستقيهم من حد غير الله يبقى احنا ظلمنا أنفسنا. طيب، هو اللي فقدته ده أنا ليا دخل فيه ولا الناس تانية دخل فيه؟ هتكلم بصراحة، كلنا تربينا تربية واحدة قايمة على حاجة واحدة، ان احنا نستقي قيمتنا من الآخر، نستقي أملنا من الآخر، نستقي قدرتنا من الآخر، نستقي مكانتنا من الآخر، سواء الآخر بقى ده أب، أخ، عم، خال، أخت، صاحبة، زميل، أي مكان. وممكن كمان أنا بستقي قيمتي من مالي، المال، بستقي قيمتي إن أنا عندي أولاد، بستقي قيمتي، أماني وقيمتي وقدرتي وحاجات دي كلها من أي حاجة تانية غير الله. وهنا بتبدأ المشكلة. بس احنا تربينا على كده، وانا لا الوم ابي وامي ولا الوم امهاتكم وابهاتكم ولا الوم اي حد، لان هم نيتهم كانت طيبة وهم ادونا اللي اتعلموه. الناس ما قصرتش معانا، هم ادونا اللي اتعلموه. احنا الوعي زاد عندنا فاكتشفنا حاجات تانية. فهنا لما انا بفقد بحس بخوف، واحس اني عريانة، واحس اني انا تايهة في الدنيا لاني فقدت هذا الشيء. مع ان كل الحاجات دي عند ربنا، وكل الحاجات دي ربنا خلقها لنا، بس مولودين بيها، بس التربية اللي تربيناها شوهتها. البنت هتاخد قيمتها من كذا وكذا وكذا، الولد بياخد قيمته من كذا وكذا وكذا. بنديكي بنعلمك علشان يبقى معاكي امانك ومعاكي شهادتك ما تحتاجيش لحد. انتي خلي بالك ما تلبسيش كذا عشان الناس ما تقولش عليكي كذا. قال لنا الناس كمان على فكرة، رأي الناس بقى فوق رأي الله، بقى العيب فوق الحلال والحرام. خلي بالك الناس هتقول عليكي ايه، ما علموناش ربنا هيقول عليكي ايه، او طب ربنا هيشوفك ازاي. فكل الحاجات دي كلها الناتج بتاعها ادى الى الفقدان. ليه؟ لان الانسان لما بيتعلق بشيء جدا بيألهه، وربنا مش عايز في حياتنا اله غيره، فيقوم ضربك فيه على طول. هذا الانسان اللي انتي اتخذتيه اله او المال او اي حاجة على طول هتفقديه.
طيب انا اتخذت اله من دون الله، ولما بيطلع من حياتي انا بشعر بعدم الامان. يبقى انت كده ما قدرتيش الله حق قدره، ما قدرتيش الله حق قدره. ده انا بصوم وبصلي وبزكي وبتصدق وبعمل وبخلي وبسوي على عيني وعلى راسي، لكن هل امانك بالله؟ انت مؤمنة بالله، ولكن هل امانك بالله، ولا امانك بفلوسك، ولا امانك بزوجك، ولا امانك باخوكي، ولا امانك بمركزك، ولا امانك بولادك؟ انه بقى كل واحد يبقى صريح مع نفسه. احنا احسن ناس نقول كلام في الدين حلو، لكن في التطبيق بنقول حاجة وبنطبق حاجة تانية. بنحط الاسباب ونعتمد عليها، يقوم ربنا عطينا يأدبنا، لأن هو عطينا القدرة على اتخاذ الأسباب، ولكنه محتفظ لذاته بطلاقة القدرة على التنفيذ. بدليل إن الناس بتزرع وبتاخد بالأسباب كلها وما يجيلهاش محصول ويخسر. هو ربنا عايز كده، لأن هو احتفظ لذاته بطلاقة التنفيذ مش بأسبابك. اما واحد بقى يقول ده انا جبت شتلة وعملت وسويت وخليت وكذا وكذا وكذا، برافو عليك، المحصول السنة دي هيطلع فل، ده احنا هناخد منه وناخد منه. يقوم ربنا عامل ايه؟ طب مش انت مش رجعت لأسبابك، خليك في أسبابك بقى. يقوم خسران. طب ايه ده؟ الخسارة دي ايه؟ رسالة. ما هو انت امنت بالاسباب، ما امنتش برب الاسباب، وهو معاه طلاقة القدرة على التنفيذ. بس من الاخر، وكل اللي هنتعلق بيه هنفقده. سيدنا يعقوب حب يوسف جدا، عمل ايه؟ فقده. سيدنا موسى قال انا عندي علم، ما قالش العلم من عند الله. راح حصل ايه؟ ربنا بعت له الخضر وقصته عشان يقول له انت فوق كل ذي علم عليم، انت مش اعلم اهل الارض. اذا التأليه اي حد غير الله، انت بتظلمي نفسك او انت بتظلم نفسك، وبالتالي هيحل عليك الفقد. لا ده مش فقد وبس، ده فقد وذل. بمعنى انا منتظرة ان جوزي او يقول لي كلمة حلوة او يمدح فيا او كده، لا هو هيخذلني على طول. فانا انا مش حاسة بالامان، بيقل قيمتي. فهنا ده فقد الامان وفقد الثقة، ويقعد يمدح في اي حد الا انا. فقد لحاجات كتيرة قوي بقى، الثقة، فقد الامان. تمام؟ طيب هنا في هذه الحالة ربنا بعتلك الفقد رسالة. فقد اي حاجة بقى انت فقدتيها او انت فقدتها، انك ترجع للاصل بتاعك اللي هو عبادة الله وليس تأليه البشر. لان احنا عندنا مفاهيم خاطئة. الاب والام نبروهم وندعوهم، ولكن ليسوا آلهة، ولكن انا هبرهم واطيعهم طاعة لله. تمام؟ انا بحب زوجي، طب ما هو ده صح، انا لازم احب زوجي، لكن انا بحب الله وربنا قال لي حبي زوجك، فانا هحبه طاعة لله. يبقى كده انا مش بألهه. طب مش هحب ولادي؟ لا انا بحبهم، بس ربنا امرني كل راع مسؤول على رعيته، وانا بتقي الله فيهم وبحبهم طاعة لله. اذا لما نحول حياتنا كلها الى طاعة لله واله واحد فقط لا غير، هنبقى خرجنا من ظلمنا لنفسنا. احنا ليه بنخاف من الفقد؟ ليه الفقد مشكلة؟ عشان بيعقبه خوف. طب لما يبقى كده، طب المجهول، طب انا كنت حاطه اماني فيه، هو خلى بيا، طب اعمل ايه بقى؟ انا
هضطرب، هيبقى اضطراب. لكن لما يكون إلهي الحي القيوم الذي لا يموت، أنا مؤمنة بيه ومتوكلة عليه، وأقول له يا رب زود أماني بيك، يا رب زود توكلي عليك، يا رب زود خشيتي منك، يا رب زود كذا اللي أنا عايزاه، زود اللي انت عايزاه قوليه. يبقى هنا الإله هو ولي، واللي ربنا بيتوليه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الجزئية دي عشان أوصل لها أساسا هقعد مع نفسي وأكون صريحة مع نفسي. هو اللي أنا فقدته ده بالنسبة لي إيه؟ إله ولا مش إله؟ ما نكدبش على نفسنا ونقول لا ده احنا بنقول أحلى كلام، ده احنا مؤمنين. انتي مؤمنة بالله وانت مؤمن بالله، ولكن مش أمانك مش بالله. طيب عشان نرجع بقى من الظلم ده لازم نستغفر الله سبحانه وتعالى. الاستغفار مش باللسان فقط، ولكن الاستغفار فعل. يعني ايه فعل؟ يعني انا هقعد مع نفسي وافتكر الذنب اللي انا اذنبته في حق الله لما رجعت لغيره موقف واقول له استغفرك يا رب واتوب اليك، ما قدرتك حق قدرك، استغفرك واتوب اليك، انا عملت كذا وكذا وكذا وده ما كانش ينفع. يبقى هنا انا هرجع للاصل بتاعي. الفقد هو فقدان الامان، ومفيش امان الا مع الله، مش مع اي حاجة تانية غير الله. عشان حياتنا تستقيم لازم الامان يبقى بالله فقط لا غير، وما عداه باطل. عشان توصلي للشعور الامان الداخلي بالله احنا ما تربناش عليها، والله ما نعرفها. يعني انا لسه عارفه الموضوع ده من فتره قصيره جدا، فضل من الله عليا، الحمد لله والشكر لله. فبقول لكم قولوا يا رب زود اماني بك. انت لما بتركبي المشروع او تركبي باص بتنامي وانت قاعده ومطمنه قوي عشان اللي سايق ده ماهر، هو اي حد هيسوق ده اخد رخصه السواقه. طب احنا مش ليه بقى مش عاطين لرب الكون نفس الامان، وبنلجأ لأسبابنا، ولا أنا عملت لا ما حصل إيه ده؟ كلنا بنرجع لأسبابنا وناسيين طلاقة القدرة في التنفيذ في إيد ربنا. ليه ما بنسلمش لربنا حياتنا زي ما بنسلم لسواق الأتوبيس ولا القطر ولا لأي حاجة حياتنا، ونبقى مطمنين قوي وننام ولا كأن في حاجة؟ يبقى احنا عندنا خلل في معاملتنا مع الله. عشان كده جات لنا الصدمة دي رسالة من ربنا فوقه علشان انتوا ماشيين غلط. تمام؟ طيب لما نيجي بعد كده لعلم النفس. طيب علم النفس هنا لما بيكلمني عن الخطوات علاج الفقد، ان اول حاجة عليا هعملها ان انا هعترف ان انا فعلا خسرت حاجة. لازم الاعتراف ده بيبقى ليه الاعراض بتاعته ان انا ببقى في صدمه، بتسال اسئله كتيره، ليه فلان يعمل معايا كده، ليه فلان تعمل معايا كده، ليه في حاله الموت بيبقى في عدم احساس بالواقع اساسا ورفض وانكار، لا ده هو ماتش، ده هو رايح وجاي. فهنا عندنا لازم نعترف ان انا فعلا ان ده حاجه حصلت حقيقيه ما نكرهاش. تاني حاجه السماح بالألم، ان انا لازم اسمح ان انا اتألم، انا بشر وعندي مشاعر، واي حد من دولت من اللي بفقده لازم هتألم نتيجة فقده. فلازم اعمل ايه؟ اتقبل ده واعبر عن ألمي، اعبر عن الألم اللي جوايا، المشاعر اكتبها، اسجلها، اعمل اي حاجة تخليني افضفض عن المشاعر دي. فضفضة لازم اطلعها من جوايا. ماشي. في المرحلة دي هيحصل لي حنين للي انا فقدته. اصل انا بشر، يعني انا مش مجرد اني فقدت حاجة او فقدت ثقتي في جوزي او كذا او كذا خلاص انا هسيبه وامشي، لا، الحياة هتفضل مستمرة.
بس انا مش هستمر بنفس زي ما كنت، يا اما انا ما فهمتش الدرس اللي ربنا بعته، فانا هتغير. بس لما امتى افضفض واطلع المشاعر اللي جوايا، لو انا مش هقدر اقولها للشخص ده او للحاجه دي فيس تو فيس كده وجها لوجه، هبدا اكتبها او هسجلها وهمسحها وهحرق الورق عادي، يعني مفيش اي مشكله. ماشي، لان هي مرحله تخريج المشاعر هي اهم مرحله فيها. تالت حاجه في علم النفس بيقولك لازم التكيف، ان احنا يحصل لنا عمليه تكيف داخلي، ان انا هتقبل اللي حصل. تكيف خارجي، ان انا هنا هو بتتعامل مع الناس وكل حاجة، ولكن مش بعشم فيهم. انا متعشمة ان جوزي هيعمل لي كذا، انا متعشمة يعمل لي كذا، انا متعشمة من فلانة، لا 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 لا، ده خارجيا بقى، لا لا لا، خلاص. التكيف الخارجي ان مفيش حد بيدي حد حاجة، وان ربنا هو العاطي. تالت حاجة التكيف مع القدر نفسه، اقول بقى ربنا عمل كده عشان هو عايز يصحيني من غفلتي، وعايز ينبهني ان انا عندي خطأ، وان انا المشاعر اللي بديها للناس دي خاطئة، ولازم اعمل ايه؟ لازم اعمل خطوات جديدة كل يوم اطور بيها نفسي، اطور بيها فكري. طب انا ما عنديش، انا كنت مثلا واثقه في زوجي جدا كذا كذا وهو خذلني، بس احنا في ولاد واحنا عايشين مع بعض. ماشي، نتعامل بقى بطريقه تانية، ان ابدا اصلح انا نفسي. ما انا مش في ايدي اصلحه هو، بس انا في ايدي اصلح نفسي. لا، انا اماني بالله وثقتي بالله. تمام، وابدا اتعامل ان انا اطور نفسي وازود يقيني بالله، وابدا اراجع كل حياتي من اول وجديد. ماشي، وتسال بقى، هتبدا تسال اسئله جديده وحاجات كتيره عشان تقدر توصل لحلول مع نفسك. ايضا ان الانسان بيطور نفسه، بيتعلم بقى يعني ايه، مش معنى كده ان انا فقدت الثقه فيه خلاص بقى هسيبه واروح بيت اهلي. طب ما في عيال وفي مسؤوليات، او هقطع زمايلي في الشغل. لا، هبدا هنا اطور انا نفسي لنفسي، مش لحد، مش عشان حد، عشاني انا. وديت مرحله مهمه جدا، ان انت مريت بالتجربه وتعافيت منها، هتبدأ ممكن تساعد أي حد حولك عنده نفس التجربة إنه تاخد بإيده وتبدأ تطلعه منها. وهتلاقي نفسك بتتعامل مع الناس في المرحلة دي بطريقة مختلفة. ليه؟ أنا خلاص قطعت ثقتي فيكم، قطعت عشمي في الناس كلها، مش اللي فقدته بس، الجميع. ده ربنا بيديك درس للجميع، ولا امك ولا ابوك ولا اهلك ولا مركزك ولا ولادك ولا فلوسك ولا اي حاجه، انا وبس، ربنا وبس. خلاص، هنا هتلاقي نفسك بتبر الوالدين بس بعقل. مش هتظلم حد، ولا هتظلم زوجتك، ولا هتظلم نفسك، ولا هتظلم عيالك. هتلاقي نفسك متزن، هتلاقي نفسك متزنه في اولويات. عندي هعمل الاولويات وبعد كده الثانويات. ايضا عندنا هنا البحث عن معنى لما فقدت، اللي انا قلت لكم عليه في الاول خالص. الرساله اللي ربنا بعتها لي من هذا الخذلان والفقد. ايه الرساله ربنا بعتها لي؟ ايه؟ ان انتي متخذه دول آلهة من دون الله، وعامله امانك منهم، وانتي امانك مع الله بس. يبقى انا لازم ارجع للاصل، هو اماني مع الله بس. اخر جزئيه، اني اتقبل اني لو انا فعلا يعني تعبانه جدا ومش عارفه اطلع من الفقد دون، ممكن الجا ل مستشار اسري او دكتور نفسي، هو يدلك على مستشار تاني يساعدك او يساعدك. ما فيهاش عيب، ما فيهاش اي عيب، وما فيهاش اي حاجه. واحنا للامانه اذا احنا وصلنا لمرحله معالجتنا لمعاملتنا مع الله صح، كل مشاكلنا هتنتهي مع الصلاة،
مع الاحساس. بصوا يا جماعه، المغفره، طلب المغفره من الله مش باللسان، بالقلب. اني انا جوايا احط ايدي على الذنب اللي انا عملته. انا في يوم من الايام حطيت في زوجي ده ان هو اللي في ايده سعادتي، انا بستغفرك يا رب ان انا فكرت كده، استغفرك يا رب ان انا شعرت بكذا وكذا كذا كذا من ناحيته، استغفرك يا رب ان انا اتخذت الفلوس دي الهه واماني بيها و استغفرك يا رب. ما تستنيش بقى لما يحصل البلاء فيها، انت استغفري ربنا وتوبي، يا رب ما قدرناك حق قدرك. احنا قريناها في القرآن وما خدناش بالنا منها، احنا ما بنقدرش ربنا حق قدره، ان احنا يبقى هو اماننا وقيمتنا وقدرتنا وحريتنا كله منه هو، مع انه هو عطاها لنا، والتربية بتاعتنا اللي بتاعت اهالينا هي اللي ضيعتها لنا. نرجع لايه؟ لربنا تاني، ونلجأ لحد برضو يساعدنا، ما فيهاش مشكلة ومش حرام. تمام. فهنا كمان كان في اختبارات للشخصية، لو حابين تعرفوها، اختبار للشخصية، تعرفي شخصيتك ايه وتبدأي تحلي مشاكلك بقى، تعرفي انت مين. تمام. انا سعيدة جدا بالفويس ده، واتمنى اني اكون افدتكم لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل.